السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم. إزيكم يا جماعة؟ أتمنى تكونوا بخير وسعادة. هتكلم عن معنى أغنية وحوي يا وحوي إياحة، وكمان وحوي إياحة. تعالوا نتعرف على كلمات الأغنية. كلمات الأغنية بتقول: وحوي يا وحوي إياحة، وكمان وحوي إياحة. رحت يا شعبان إياحة، جيت يا رمضان إياحة. هل هلالك والبدر أهو بان، يلا الغفار. شهر مبارك وبقاله زمان، يلا الغفار. شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نهارك بالخير مليان. وحوي يا وحوي إياحة. رحت يا شعبان إياحة، جيت يا رمضان. جيت بجمالك سقفوا يا عيال، يلا الغفار. محلى صيامك في صحة وعال، نفدي وصالك بالروح والمال. وحوي يا وحوي إياحة. رحت يا شعبان إياحة، جيت يا رمضان. طول ما نشوفك قلبنا فرحان، يلا الغفار. كتر خيرك أشكال والوان، بكرة في عيدك نلبس فستان. وحوي يا وحوي إياحة. رحت يا شعبان إياحة، جيت يا رمضان. هاتي فانوسك يا اختي يا احسان، يلا الغفار. يا ننوسك في ليالي رمضان، يلا الغفار. ماما تبوسك وباباكي كمان، يلا الغفار. وحوي يا وحوي إياحة. رحت يا شعبان، جيت يا رمضان. وحوي يا وحوي إياحة. ودلوقتي عايزين نعرف منين جت كلمات الأغنية المعروفة دي، الأغنية اللي بنحتفل بيها كل سنة مع ظهور هلال رمضان. كلمة وحوي يا وحوي كلمة مصرية قديمة، معناها افرحي أو اسعدي. أما كلمة إياحة معناها القمر، وأصلها ياح بمعنى القمر أو البدر. وإياحة دي هي إياح حتب زوجة الملك المصري القديم سقن رع، اللي حكم مصر أيام الأسرة 17 الفرعونية. والملك سقن رع اللي حكم مصر من الأسرة 17 الفرعونية كان من حوالي 3700 سنة، وده كان أيام الدولة الوسطى. والمعروف إن الدولة الوسطى كانت دولة متفككة، وفي الوقت ده احتل الهكسوس مصر. واحتلال الهكسوس لمصر كان احتلال بغيض، وكان المصريين بيعانوا من احتلال الهكسوس. وقرر المصريين ان هم يحاربوا ضد الهكسوس عشان يحرروا مصر من خطر الاعداء. والحقيقة ان الملكة العظيمة إياح حتب زوجة الملك سقن رع هي اللي حرضت جوزها سقن رع عشان يرفع راية العصيان في وجه ملك الهكسوس الغازي، وحارب الملك سقن رع ضد الهكسوس. ولكن الملك المصري سقن رع اتقتل ببلطة في ميدان المعركة ضد الهكسوس. وبعد ما اتقتل الملك سقن رع، خلت الملكة إياح حتب ابنها كامس أو كاموسة
يكمل مشوار أبوه عشان يحرر مصر من الهكسوس. ولكن الملك كامس هو كمان مات في ساحة المعركة ضد الهكسوس. ما هديتش عزيمة الملكة إياحتب، فخلت ابنها التاني اللي كان اسمه أحمس الأول يكمل الكفاح ضد الهكسوس. حارب أحمس الأول بشجاعة، وانتصر أحمس الأول في المعركة ضد الهكسوس وطردهم من مصر وحرر البلاد من شرهم. وأكيد أنتم كلكم عارفين إن أحمس الأول هو طارد الهكسوس من مصر. ومعنى كلمة إياح هي القمر أو البدر، وكلمة حتب معناها راضي أو مستريح. وكان الناس زمان بينادوا الملكة إياحتب باسم إياحة بمعنى القمرة. أما كلمة وحوي باللغة المصرية القديمة فمعناها افرحي أو اسعدي، أي افرحي أو اسعدي يا قمرة يا إياح حتب. احنا خلاص حررنا البلاد من الهكسوس. وانتظرت الملكة إياح حتب عدة سنوات لحد ما رجع الجيش المصري بقيادة أحمس الأول، وسألت الجنود ايه اللي حصل في المعركة يا جماعة؟ فقالوا لها وحوي يا وحوي إياحة، بمعنى افرحي واسعدي يا قمرة. خلاص حررنا البلاد من الهكسوس. وده بيدل على مدى التضحيات الكبيرة التي قامت بها الملكة إياح حتب فداء للوطن، بلادنا مصر العظيمة. وظلت الكلمات دي خالدة حتى اليوم، وهي كلمات الحقيقة بتدل على النصر على الأعداء، أعداء مصر العظيمة. وظلت الكلمات موجودة حتى العصر الفاطمي، وتحولت الكلمات إلى أغنية يتغنى بها المصريين. كلمات جميلة بنستقبل بيها كل سنة شهر رمضان، شهر الصوم والغفران. بهذه الأغنية الجميلة بنحيي شهر رمضان بالكلمات الجميلة اللي بتدل على النصر على أعداء مصر. والحقيقة إن الأغنية دي مشهورة جدا، وهي من ألحان الموسيقار أحمد الشريف ومن غناء المطرب أحمد عبد القادر. شكرا ليكم. أتمنى إن الفيديو ده يكون نال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم أخوكم محمد مصطفى. السلام عليكم.